من ألطف الكيكات اللي بحب أعملها، أولا لأن طعمها حلو جدا ولذيذة، ولأنها دايما ناجحة، هي كيكة التمر بالشوكولاتة. عملتها قبل كده بالدقيق الأسمر، المرة دي عاملاها بالدقيق العادي، وكمان زودت صوص شوكولاتة مع مكسرات حلو جدا. ممكن ناكله كريمي وممكن ياخد الطبقة الناشفة دي، فهعرفكم تحبوا تاكلوه كده أو تاكلوه كده زي ما انتوا عايزين. يلا نبدأ في الوصفة على طول، بس قبل ما أبدأ بصوا طرية وحلوة ازاي، حلوة جدا. أول خطوة احنا بنعملها في الوصفة دي هي التمر. بنحتاج ان احنا ننقعه في لبن رايب بحيث ان هو يطرى، فهنحتاج كوباية من اللبن الرايب مع كوباية من التمر المقطع وعليهم معلقة من البيكنج صودا، ودي اول خطوة. وهنسيبه على جنب. بصوا بيعمل زي فوران كده شوية، هنسيبه على جنب ونبدأ في المكونات السائلة. هنحتاج 4 بيضات ونص كوباية من السكر ومعلقة كبيرة من الفانيليا، وانا ما زودتش سكر علشان الحلاوة بتاعة التمر، فعشان ما تبقاش مسكرة زيادة. هنخلط ده كويس جدا بالمضرب لغاية لما يبقى كريمي وفاتح تماما. ونعرف انه جاهز امتى؟ ان هو خلاص نطفي المضرب لما نعمل بالخليط علامة 8 بالانجليزي، وتاخد حوالي 3 ثواني لغاية ما تختفي. كنت متعلمة الخطوة دي من الشيف نرمين عنه. بس كده هنطفي تماما المضرب ونضيف بقى ربع كوباية من الزيت، ونقلب بالمضرب السلك الويسك في اتجاه واحد، ونحافظ على القوام ده وما نضيعش الهواء بتاعه. بصوا خفيف وحلو جدا. بعد كده المكونات الجافة عبارة عن كوبايتين دقيق الا معلقتين، بدل المعلقتين دول هنضيف معلقتين من النشا، معلقتين كبار، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر، و60 جرام من الكاكاو او نص كوباية من الكاكاو. ويا ريت يبقى كاكاو حلو وطعمه حلو علشان يظبط، لانه لو جودته مش حلوة الطعم مش هيبان اصلا ان في كاكاو في الكيكة دي. هنضيف بقى بالتبادل المكونات الجافة وخليط التمر واللبن الرايب على خليط البيض. زي ما انتوا شايفين هنضيف شوية ونقلب، وشوية من الدقيق بالكاكاو ونقلب لغاية لما نخلص الكمية كلها. التقليب في اتجاه واحد من تحت لفوق بهدوء، ونتأكد جدا ان كل الدقيق والكاكاو اتغلف تماما وداب تماما، علشان لو في اي شوية ما تغلفوش بالبيض والخليط السائل هيبقى طعمه وحش جدا بعد السوا. فنتأكد بس ان كل حاجة كريمي وتمام وكله استوى. حتى وانا بقلب دلوقتي بالسباتولا كان فيه برضو شوية كاكاو، فلازم نتأكد من الموضوع ده. كده خلاص الخليط جاهز. هنضيفه بقى في صينية متبطنة بالزيت والدقيق. انا بفضل الدقيق مش الكاكاو عشان ما يتلسعش في الفرن. وهندخل الفرن في الوقت ده، احنا بنفتح الفرن مش من قبل كده عشان ما يبقاش سخن زيادة. بنحطه على الرف الاوسط على درجة حرارة متوسطة. قعد حوالي نص ساعة، وطبعا بنختبر السوا بالخل زي ما شفتوا. نبدأ ان احنا نفكها بس كده بالراحة، وبتنزل بمنتهى السهولة لان احنا مبطنينها كويس، وان كمان درجة الحرارة ما كانتش سخنة بزيادة. هنجهز بقى الصوص على ما الكيك ما يهدى. ده بار شوكولاتة 200 جرام شوكولاتة غامقة، بنسيحه في الميكرويف او على حمام مية، وبنضيف اي مكسرات عندنا اي نوع. الزبيب اضافة حلوة قوي، وانا كان عندي فستق ممكن سوداني بيكون في منتهى اللذاذة. وهنغلف او هنحط الصوص ده على الكيكة بالشكل اللذيذ ده. لو انتوا حابينه يفضل كريمي هنزود مثلا ربع كوباية من الكريمة. عايزينه ده بعد ما بينشف بيبرد زي ما شفتوا في اول الفيديو بيجمد، فتمام. لو ده عجبكم اوكي. عايزينه كريمي ويفضل كريمي فنحط شوية كريمة مع الشوكولاتة. بصوا بقى الكيكة عاملة ازاي، طرية جدا. التمر مع الرايب، والرايب عموما اضافة حلوة جدا في الكيكات، ففعلا هي من جوه طرية وحلوة ولذيذة. فياريت تجربوها، الوصفة دي حلوة جدا. اضافة التمر طبعا بيدي كمان فايدة غذائية، فيا رب تجربوها ويا رب تعجبكم. يا رب تقولوا لي رأيكم مش زي كل وصفة، وبألف هنا وشفا.